الكرة للاعبي الكنارية على ناحية الهجومية لفائدة شبيبة القبائل، وإلى رمي التماس. الإبعاد من طرف القائد جوب قائد فريق يونغ أفريكانز التنزانية. رمي التماس كما يشير على ذلك الحكم الرسمي هيرالال، هكذا يسمى الكرة في واجهة لاعبي شبيبة القبائل. صارت الكرة إلى رمي التماس مرة أخرى. نشاهد فرصة لعب زين الدين بالعيد، رأسيته اتجهت إلى البطوة الأفقية لحارس مرمى يونغ أفريكانز التنزانية في محاولة أولى لشبيبة القبائل الجزائرية على الناحية الوسطية في مجموعة تضم الجيش الملكي الرباطي المغربي والنادي الأهلي المصري الأكثر تتويجا في الشامبيونز ليغ الإفريقية. على الناحية الهجومية لفائدة رياض بودبوز، الكرة مقطوعة واتجهت للاعبي فريق يونغ أفريكانز التنزاني في فرصة خطيرة، وحارس مرمى نادي شبيبة القبائل حديد. الكرة تتجلى عن طريق فارس نشاطة على ناحية اليمنى، صار وكذلك بالعيد زين الدين لفائدة الشبيبة على الناحية الوسطية.